السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، كنت في السينما عشان اتفرج على فيلم مش انا لتامر حسني، كنوع من انواع الثقافه المعرفيه والتعرف على النظريات الموازيه. فقبل ما يبدا الفيلم اشتغل اعلان فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، بطوله السيد الفاضل كريم عبد العزيز والسيده الفاضله دينا الشربيني. فقلت ابص على اللي جنبي اساله عن توقعه للفيلم ده، فلقيته مطلع التليفون وبيصور ستوري في الخباثه كده. فقلت له يا حبيبي ما كده كده الاعلان موجود على النت عادي. فقال لي اسكت انت مش فاهم، انا بصور ستوري للمشاهد بتاعه الفيلم اللي في الاعلان عشان لما الفيلم ينزل انزل الستوري وكاني دخلت وكده. وفعلا اعلان الفيلم كان مبشر وشكله كوميدي لطيف ظريف خفيف نضيف دي عشان القافيه. هو بصراحه يعني احنا عايزين ربع حظ الاستاذه دينا الشربيني، اعلانين ومسلسل وفيلمين في 4 شهور ورا بعض، بسم الله ما شاء الله، يعني احنا ما بنقرش. المهم دخلت الفيلم في السينما برضه كنوع من انواع الثقافه المعرفيه والتعرف على النظريات الموازيه، وعشان انا بحب كريم عبد العزيز جدا وبعتبره انجح ممثل في جيله. فاول ما قعدت لقيت نفس الراجل قاعد جنبي وماسك تليفونه وبيصور. فقلت له انت بتنزل ستوري تاني ولا ايه؟ فقال لي لا انا بسرق الفيلم. ومع اول مشهد في الفيلم لقيت كريم عبد العزيز متنكر في شكل سليمان عيد. فقلت بس شكلنا هنصرخ كوميديا. وبعدها بيدخل على الاستاذ شيكو اللي لسه ما طلعش من شخصيه مسلسل خلصانه بالشياكه غالبا يعني. فقلت بس هنموت من الكوميديا. والمشهد كان كوميدي لطيف ظريف خفيف نضيف دي عشان القافيه. فتفائلت خير بالفيلم الصراحه، تفائلت خير لحد ما اكتشفت ان الاستاذ كريم عبد العزيز طالع بدور مذيع في الفيلم. ومش دي المشكله انه في الفيلم بيقدم برنامج اسمه من الاخر. ومش دي المشكله ان من الاخر ده كان اسم برنامج بيقدمه تامر امين على روتانا مصريه، ودي مشكله كبيره الصراحه. والمشكله الاكبر ان استاذ كريم طلع في الفيلم باسم خالد مختار. فانا مش فاهم هل انا ما ضحكتش في الفيلم بعد كده عشان الفيلم مش حلو، ولا عشان سمع الافيهات طول الفيلم بصوت خالد مختار وتامر امين مع بعض. تامر امين اصلا دمه خفيف طول عمره، احنا عارفين ده. اللي انا احبه لاختي احبه انت كمان لاختي، مش تحب اختي. انت بتبني سمعه. كفايه كلام عن السمعه، طب السمعه مش موجود. بعد اول ربع ساعه من الفيلم يعني حسيت ان الفيلم لسه فيه شويه امل. صحيح هو يعتبر الجزء الثاني من فيلم نادي الرجال السري، يعني تقريبا نفس الابطال ونفس المؤلف ونفس الفكره بتاعت فشل العلاقات الزوجيه، بس المره دي بقوا كرييتيف. نادي الرجال السري كان فيلم كوميدي، انما البعض لا يذهب للمأذون مرتين ده كان فيلم خيال علمي. علمك بقى. ولحد الدقيقه 37 ما كنتش فاهم فيه ايه ولا الفيلم عايز ايه، لحد ما حصل التويست الرئيسي بتاع الفيلم لما كل الناس بقت في مصر مش متجوزين، فهم تقريبا لغوا الجواز ولغوا الضحك. ما عادش فيه ضحك خلاص في الفيلم. حتى في المشهد اللي قبله كريم عبد العزيز راح لماجد الكدواني عشان عايز يطلق دينا الشربيني على البركه، والمفروض ان دينا دي تبقى اخت ماجد الكدواني في الفيلم. وبعد كده دينا الشربيني بتروح لماجد الكدواني تقول له انها عايزه تطلق من كريم عبد العزيز على البركه، وكريم عبد العزيز يبقى صاحب ماجد الكدواني في الفيلم، صاحبه رايح له عايزه يطلق له اخته، واخته بقى وعايزاه يطلق لها صاحبه. طبعا افيه زي ده كان المفروض يهلكنا ضحك، بس في الستينات. الصراحه يا جماعه انا مت من الضحك لدرجه ان انا بطني طلع لها عضلات وقسمت من كتر الضحك. لا هو انا لسه عندي كرش بصراحه يا جماعه عشان انا كداب وما ضحكتش. والصراحه برضه انا ابتديت ازهق، فقررت ان انا اكهرب نفسي بالالكتريك اللي انا جايبه معايا عشان افوق، بس اكتشفت اني نسيته، فقمت فاكك الولاعه ومكهرب نفسي بالبتاعه دي من كتر الزهق. بس المخرج ما سكتش، جاب لنا محمد ثروت ضيف شرف، مش ده. والصراحه الراجل كان دوره حلو في الفيلم، الحق يتقال يعني. ده غير كمان ان دور دينا الشربيني ما كانش قد كده. محدش شاف افيهات الاستاذه دينا الشربيني. في مشهد تاني في الفيلم ماجد الكدواني بيصحي كريم عبد العزيز من النوم وبيقول له خالد انا عايز زبادي، انزل هات زبادي. هو اللي قال مش انا. قد يبدو المشهد عادي، بس اللي فهمته اننا المفروض نضحك بعد المشهد ده. فهل ده افيه كوميدي ولا دي كوميديا الموقف؟ دي مش كوميديا الموقف، دي كوميديا الموقف. انا بقيت حاسس ان في ميكروباص مش سينما. فالصراحه الفيلم كان حلو في اول ربع ساعه، وبعد كده حصل خلل ما. فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين هو اول فيلم في العالم مصاب بانفصام شخصيه، حاجه زي ابو الهول كده، وش انسان كوميدي وجسمه جسم انسان تاني مش كوميدي. اكيد مش هنقول حيوان. ستايل الفنانه دينا الشربيني برضو كان من الحاجات المميزه طول الفيلم لابسه هاف ستومك وقصير ولبس بحر وكاننا في الساحل، فهي تقريبا كانت بتدور على اماكن السهر. محدش شاف افيهات الاستاذه دينا الشربيني. والصراحه انا كنت ابتديت ازهق تاني، فقررت ان انا اكهرب نفسي بالالكتريك اللي انا جايبه معايا عشان افوق كده، بس اكتشفت اني نسيته، فقمت قاطع سلك الشاحن بتاع التليفون ومكهرب نفسي بيه من كتر الزهق. بس المخرج ما سكتش، جاب لنا بيومي فؤاد، بس يا ريته ما جه، مش تقصير منه هو. بيومي فؤاد جه، السيناريو هو اللي ما جاش. وفي مشهد كده الماجد الكدواني بيقول لواحده مجتهده قوي كده قاعده في حضنه انا عايز دلع، انا عايز حنان. فردت قالت له اصل حنان ما جاتش.
فالمفروض ان ده افيه، وانا الصراحه مش عارف بيومي فؤاد كان بيعمل ايه. اداؤه كان مبهر ومختلف زمان، فانا مش فاهم هو في الفيلم كان بيمثل ولا بيسمع، ولا واخدين له مشاهد من افلام قديمه وملزقينها، ولا واخدين صورته وعاملينها جرافيك، ولا ايه بالظبط. وجيت بعد اول ساعه وربع وتساءلت هو الفيلم عايز ايه؟ فقمت سائل الراجل اللي جنبي هو الفيلم عايز ايه؟ فالراجل اللي جنبي سأل الراجل اللي جنبه هو الفيلم عايز ايه؟ فاللي جنبه سأل اللي جنبه هو الفيلم عايز ايه؟ لحد ما لقيت اللي جنبي من الناحية التانية بيسألني هو الفيلم عايز ايه؟ فقمت سأله انا انت عامل ايه؟ وفضلنا كده لحد ما مشاعرنا اتصدمت وجسمنا اشعر لما دينا الشربيني اتخطفت في الفيلم. الحمد لله والله كانت لطيفة، بس مش لاقية بس نص يساعدها. وبعد متابعة مشاهد الفنان الصاعد بيومي فؤاد تساءلت سؤال مهم، هو استاذ بيومي فؤاد عايز ايه؟ فقمت سأل الراجل اللي جنبي هو استاذ بيومي فؤاد عايز ايه؟ فالراجل اللي جنبي سأل الراجل اللي جنبه هو استاذ بيومي فؤاد عايز ايه؟ فالراجل اللي جنبه سأل الراجل اللي جنبه هو استاذ بيومي فؤاد عايز ايه؟ لحد ما لقيت اللي جنبي من الناحية التانية بيسألني هو استاذ بيومي فؤاد عايز ايه؟ فقلت له انت طمني عليك عامل ايه؟ وتقريبا كريم عبد العزيز بيخزي العين بالفيلم ده. انا متفهم والله ان الكل جواد كبوة، بس فعلا والله هو ايه هدف الفيلم؟ ومع نهاية الفيلم اعصابي ابتدت تنهار، ابتديت احس ان انا في سكيب روم ولازم اتحمل كل الاختبارات عشان اهرب منها، واهم اختبار فيهم ان اكمل الفيلم للاخر. ليه يا كريم كده يا كريم؟ ليه يا دينا كده يا دينا؟ ليه يا ماجد كده يا ماجد؟ ليه يا ايمن كده يا ايمن؟ ايمن وطار مؤلف الفيلم، وعلى فكره هو من المؤلفين الشاطرين جدا في السوق، بس هو تقريبا كتب الفيلم ده المره دي بطريقه برايل، عشان كده المخرج ما كانش بترجمه فكان بيرتجل كده ويصور اي حاجه. وعلى اخر مشهد في الفيلم كنت جبت اخري خلاص ومش عارف اعمل ايه، فقمت باصص للي جنبي وساله هو في ايه؟ بس لقيته نايم للاسف يا بخته. فانا زهقت فقررت ان اكهرب نفسي بالالكتريك اللي انا جايبه معايا عشان افوق، بس اكتشفت اني نسيته، فقمت فاكك غطا الساعه بتاعتي وقمت بالع الحجر بتاعها تحت لساني عشان اتكهرب من كتر الزهق. بس المخرج ما سكتش، جاب احمد فهمي استكمالا لملحمه رجاله البيت وكده اللي كان كاتبها برضو ايمن وطار، بس انا اصلا كنت فقدت الوعي خلاص، فحتى مش فاكر الافيهات اللي قالها في الفيلم، او فاكر بس مش عايز اقول لمصلحتكم يعني. وفي النهايه رجاء الى كل صناع هذا العمل، احنا بنحبكم قوي فياريت ما تعملوش كده تاني. وزي ما قال الشاعر حسن هرشه، صحيح البعض قد لا يذهب للمأذون مرتين، بس برضو ارحمونا، انا عندي مراره واحده مش مرارتين. سلام.